هلا وسهلا. يلا حيه، اموركم طيبه؟ الحمد لله. تنومستوا؟ ان شاء الله. شاركتوا؟ شاركنا وتنومسنا. بشر. ثامن. ثامن؟ نوعد بالجيات افضل. الثامن ولا ثاني؟ ما سمعت انا. ثامن. ثامن ها؟ ثامن. بس ثامن يعني زين. مو مرضي. نوعد بالجيات افضل. حنا نبغي شوف الجمهور يقول لك ان لم يكن مركزي بالصف الاول ما عاد تفرق معي لو كنت قبل الاخير. صح. اقول لك يعني ان شاء الله. الاول نبغي نوعد باللقايه ان شاء الله. في اللقايه ان شاء الله. في الرموز الرموز ولا في الاشواط اللي الاشواط الرئيسيه. الاشواط الرئيسيه ان شاء الله. اللي ما بعد الرموز. ان شاء الله. صلى الله يوفقكم ان شاء الله. انت حاضر ها؟ الله جاهز؟ مره. تبغي الاول ان شاء الله. فقط؟ اي والله. اشكرك. الاول ما في احد ما يبي، كلنا نبي. اشكرك دائما نتنافس على الرموز. ما قصرت، سابقه في القصير. احنا مجهزين، احنا من اول مجهزين هالكاس هذا. ما شاء الله. بس الرمز هذا رمز غالي ابو ريان. والله شوف، احنا رمز غالي عشان كذا احنا جالسين نحضر من بدري. كضناه في القصير تجهيز، وجالسين نجهز البكره اليوم هذا. ان شاء الله انا ما تقصر. يعني احنا من اول ما مخططين هالشوط. من اول يعني. اي نعم، يمكن من شهرين تقريبا احنا حاطين هالشوط في راسنا. ان شاء الله يوفق. بس الشوط فيه اسماء مرعبه بكل امانه. في من خلال تجوالي في العزب كل حاضر وكل جاهز ومستعد. الحقائق اسماء قويه بصراحه. اسماء قويه وتوفيق بالله سبحانه. يعني نوعيات موجوده معك نعم. ها؟ نعم. سن الحقائق بصراحه لا زال فيه هجن نوعيات باقيه. نوعيات. نعم. بس حظوظك في اللقاء ولا في الحقائق؟ والله ان شاء الله كلهم نفس كلها نفس الشيء. كلنا نفس المستوى. نفس الشيء. كلنا البكرتين يعني جهزناها في ميدان التحدي، رتبناها هناك ونزلنا عليهم الحين. ان شاء الله الله يوفق سبحانه. وما استراتيجيه مختلفه من التحدي الجاي المره هذه. والله ان شااء الله. ها؟ احنا بس ميدان التحدي بيض وجيهم، نقدم لهم برضه يعني التحيه ونشكرهم والله على اللي قابلنا من حفاوه استقبال وكذا. واحنا برضه خلص منهم راجعين لهم. هذا الميدان من الميادين اللي احبها، يعني لها معزه خاصه عندي. وهم يحبونك بعد. ابو ريان الجمهور متعطش ها؟ نقول يا رب. متعطش والله ابو ريان. نقول يا رب. شوف احنا باذلين الاسباب والباقي على رب. اجتهدنا بصراحه، حاولنا الحين وان شاء الله انهم ما يقصرون. يعني مرتبناهم من هالشوط. ما شاء الله. لن يستسلم ابو ريان ها؟ لا حتى شوف زي ما قلت السنه هذه شوف برضه جالسين نشري في المفاريد من بدري. خلاص هذه سنويا ان شاء الله. سنويا يعني بشكل عام عاده سنويه يعني ها؟ لازم. لكن الحدث هذا والرمز هذا بيكون له شأن عظيم يعني. طبعا. ومنصة الملوك. طبعا. ورمز اخذنا حرمين الشريفين. ايه رمز كبير. والله رمز كبير. الملوك. طبعا. ورمز اخذنا حرمين الشريفين. ايه رمز كبير. والله رمز كبير. ان شاء الله الله يوفقنا وناخذ ان شاء الله. ان شاء الله. بات الحلم قريب. والله ان شاء الله. يعني خلينا نقول اقرب من اي وقت مضى. اقرب من اي وقت مضى. مو بعاطفه ابو ريان. لا مو بعاطفه، يعني ان شاء الله بتنافس يعني ما سابقها الا وحده مستواها. وش اسمها هي؟ صدمه. صدمه وفي اللقايه دارها. ان شاء الله. ان شاء الله. لا مخالفات بتكون. لا ان شاء الله مخالفات بتكون. شو العلوم؟ ابشرك طيبين. اموركم جاهزين؟ نعم. قادمون من اجل ماذا؟ من اجل الفوز في الرمز ها؟ لا ولا اشواط العامه. الاشواط اللي ما بعد الرموز. صحيح. بس عندكم كم وكيف ولا بس عندكم يعني كواليتي فقط يعني؟ عندنا كواليتي وعندنا كم وكيف كلها. نعم. يعني جايبين بعدد يعني ها؟ صحيح. بس مهرجان من خادم الحرمين الشريفين مهرجان صعب وقوي وبطل يعني يبغينا. لنا بالفوز ان شاء الله. نعم. بس معطياتك على معطيات انت ما رحت هكذا يعني. ما تعنينا من نوع كلنا بالفوز ان شاء الله. تبغون تودون السلامات وين؟ الى اهل الظفره ان شاء الله. كفو يا اهل الظفره. كفو يا اهل الظفره. الظفره اسمعوا، المهمه تراها فيها معتركه، بها ام المعارك. نعم. ام المعارك بدات من اليوم متواصله الى الغد. نعم. اقول لك يعني ما ادري كيف وضعكم بيكون في ام المعارك. باذن الله. تشوفها خبر طيب ان شاء الله. خبر طيب. نعم. السلامة. جاهزين ها؟ نعم. باذن الله. السلامات الى الظفره. ان شاء الله. باذن الله. اشكرك في ذمتي. ادها. مرحبا. شد حيلك. ان شاء الله. اربطوا الاحزمه. سنقل بعد قليل. غدا تبدا التحديات الكبيره والمثيره، غدا منافسات الحقائق، غدا الرموز.
وتدشين رموز مهرجان خادم الحرمين الشريفين بنسخته الثانية، الرئاسة، كذلك شعار الشيخ ناصر بن حمد، كذلك الشعارات، شعار كذلك النايفات، شعار الأمير تركي محمد، الشعارات كلها متواجدة بكرة نعم في أهم الأحداث، وشعار المعلى الشيخ سعود، يعني كلهم متواجدين. هذه على مستوى المفتوح. في الجانب الآخر كذلك على مستوى أبناء القبائل أو العامة، رموز العامة، فوصلوا الكبار، وصلوا العمالقة بكرة. تواجد الشعارات المثيرة المهيبة، تواجد الشعارات التي بينهم قصص بدت من بداية الموسم، واللي يبي يرد الناموس وما شبه ذلك. هذه أجواءنا كل ليلة بالجنادرية، أجواء العزب، الملتقيات، التجمعات، يعني كل واحد ومع مجموعة أصحابه، ربعه، اللي يعز عليهم واللي يعزون عليه، تجمعات كبيرة. يا حصن جعل الله يطول لياليك. الله. جملت يا راعي اليمين الكريمة. الله. فعل الكرامة وافية في مبادئك. نعم. الراس طيب والنوايا سليمة. يا حصن جعل الله يطول لياليك. جملت يا راعي اليمين الكريمة. فعل الكرامة وافية في مبادئك. الراس طيب والنوايا سليمة. كل الدواسر نعم من دون تشكيك. أهل الفعول الحاضرة والقديمة. نعم. وكل الدواسر نعم من دون تشكيك. أهل الفعول الحاضرة والقديمة. أهل الفعول اللي تنومس وتشفيك، لا جاء نهار فيه نصر وهزيمة. سلامتك. صح لسانك. هذه بياخذ الحين. تستاهل. صح على لسانك ويستاهل ابو مناح. والله تستاهل. سهلا. يلا حي. يطول عمرك. ارحب بكم عبر عدستنا، والحين في مجلس طيب الراس السنافي، معروف لا يعرف. يلا حيه. الله يحييك اكثر يا ابو سيف، والساعه الجمعه الطيبه هذه في مجلسك العامر، حضورك وحضور الحاضرين والسامعين، الله يطول عمرك. اجواء الجنادريه والاجواء العالميه هذه اللي يميزها مثل النقطه هذه صراحه، الجمعه والناس اي هذه طال عمرك من الساعات المبروكه اللي يجتمعون عندنا الحوادث الغانمه وضيوفنا واحبائنا من كل مكان، من داخل السعوديه ومن خارجها. والله يحييك ويحيي السامعين. عساك ان شاء الله مشارك باذن الله. مشارك طال عمرك. مشارك في الرموز. مشارك في الرموز بكره الحقائق. لا مالك لواء في اللقايه. مشارك في اللقايه بكار. العام. علومها البكره هذه، علومها اللي انت مقدمها في الشوط هذا. والله ما انت عندك ميزه يا ابو سيف تقول هل هو تمني او توقع. ايوه الواقع. انا الواقع. أيوة. اقول ان شاء الله هو تمني، وباذن الله نتحقق. الامنيه باذن الله نتحقق. بتحقق ان شاء الله باذن الله. ها؟ باذن الله. لان يعني شوط مرعب سيكون. حقي اكيد. اكيد. وشوط قدم وصراحه من اجله الكثير والكثير. شوف وان شاء الله ان طيب الناموس باذن الله. طيب الله يحييك. الله يطول عمرك. اول شيء طال عمرك. شوف الراكض انت اعرف مني. لا ما في شيء مثلا على الحاجب. ما في شيء مضمون. شوف. نعم. لكن احنا متوقعين ومقدمين السبوق، والتوفيق بيد رب العالمين. بس هل تعلم بأن في شعارات توافدت إلى الجنادرية من أجل الرمز هذا فقط؟ نعم. وفي ناس دفعوا من أجل الرمز هذا فقط؟ نعم. وضع مريب. زي ما قال سعد بن مبارك، أنا هذا علم غيب، أنا ما أدري وأنت ما تدري، يدري الله عز وجل. بس لكن كمعطيات في مطايا ماخذها رمز. أنا ما بعد قدمت، أنا قدمها في الأشواط الأولية وتاخذ حقه، لكن الرمز بقدمها المرة دي. ستحدث المفاجأة في اللقاية. والله نقول إن شاء الله. وش اسم البكرة؟ نجايب. بتصدر 2 نجايب ومعاريف في الشوط نفسه. اشكرك مدها بيض الله وجهك. شد انك مستهدف الشوط باذن الحي القيوم. 2 رايح. نعم. باسمين. وش الهدف؟ كلهم نفس المستوى؟ كلهم نفس المستوى. ولا في واحدة تخدم الثانية؟ بالعكس يحق لك يعني. كلهم نفس المستوى وكلهم املين ان شاء الله فيهم خير باذن الله. كلهم املين خير ومستهدفين الرمز. بتنومس جمهورك باذن الحي القيوم. ها؟ انا بتنومس الليله يا ابو سيف. جعل امرك طويل ما يحتاج، ولكن
ارتقاء منصة الملوك هذا شيء ثاني، هذا هو الحلم الحقيقي، شعور مختلف. هذا هو الحلم الحقيقي، الحلم اللي يتمناه كل راعي هجن، انا وغيري من هالهجن. الارتقاء المنصات والسلام على الملوك والتشريف. وقريب باذن الحقيقي. نقول ان شاء الله، نقول ان شاء الله بيكون قريب يعني باذن الله يوم الاربعاء. الله يوم الاربعاء. الله يعين. والله يا انا اشوف الاسماء من خلال يعني حواري في العزب، توترت وانا مالي دخل. انا اقول لك يعني احنا كلنا وياهم على ما قال في سفينه وحده، ونسال الله التوفيق وباذن الله. بس الترشيحات رايحه عندهم يعني. شوف الترشيحات مو على كل حال. ترشيحات الشارع هم يرشحون على ويش؟ على معطيات. على معطيات. ايه. لكن هل فيها ترشيحات صابت 100%؟ ما في ولكن المفاجآت شيء وارد في عالم الهجن صح؟ وخصوصا في الركض وفي الحقائق واللقايا. ايه الحقائق واللقايا. ايوه كلام. هذه سن المفاجآت يا ابو سيف. تعرف سن المفاجآت يطلع لك ما هي على الصورة ولا حد يعرفها ولا هي مرشح. ممتاز. يعني اني جايب يوم الخميس، يوم الاربعاء ولا الخميس؟ يوم الاربعاء يوم الاربعاء يوم معاريف يوم الخميس. بس حتى إذاعة مستهدفهم باذن الله. إذاعة الموسى قال الرمز في قبضة الموسى خلاص. اقول لك يعني عبد العزيز يمثلنا مثلنا الرياض وهو كفو، وحنا الرموز في اللقايا، لكن الجذاع لا في الإذاعة هو يقول. هو في الجذاع في الرموز، انا في الاشواط المفتوحه. في الاشواط المفتوحه. يعني انت مرشح الموسى انا مرشح الموسى وهو مره يكفينا ابو عبد العزيز. اقول احذروا من الضيوف. والله الضيوف خطيرين، لكن احنا اخطر طال عمرك. كفو والله كفو. نسمع تحيه لراعي نجايب وراعي معاريف. وراعي معاريف. نقول لهم يعني الامر خالص، يعني الرمز في اللقايه. نعم. الرمز محسوم امره. والله كفو من ناحيه. طيب يا ابو سيف. بس بيجيك واحد بيقول لك في يعني حلم امنيه، يعني بيقول لك واحد حلم هذا نقول الوعد يوم الاربعاء سيتحقق باذن الله. باذن الله الحلم سيصبح واقعا باذن الله. الله يرحب بك. يلا حيه. الله يبقيك يا مرحبا وسهلا. اليوم طيب. احنا ابو مناحي رحبنا مع الرموز، وانت اكيد لك مرشحه. انا ما قال كفو، لكن مرشحا. نعم. من جمهور مرشحين. بس انت رجل واقعي، تتوقع انه جايب تقلب الطاوله عليهم؟ الله وفق تقلب. ولا في اسماء اللي ما اسماء وشعارات عملاقه حاضره كذلك؟ الشعارات كلها قويه، والشوط الرمز هم في حاشين دون حاش. ايوه هنا الكلام. نعم. هنا الكلام. الكل مقدم ومتكلنا على الله. ايوه. اللي بيكتب الله هو اللي بيحصل. يعني كاس اللقايه نقول عند نجايب ان شاء الله. الله كريم. وانت وين محضر؟ انا محضر مع المسلمين. لا انت يعني متفائل، انت اكيد جايب حلال يعني. اي ما قال ميدين تعرفني. كفو. سلامي والله عارف انت. ميدين تعرفك في الرموز ان شاء الله. في الرموز ان شاء الله. في الرموز. لا في الرموز في المهرجان هذا ان شاء الله. في اي رمز؟ اللقايه. بعد في اللقايه؟ في القعدان ولا قعدان. حسبت في البكاره تروح. شريط طال عمرك عشان الرمز. دافع الغالي والنفيس. نعم. من اجل الرمز. نعم. رمز خادم الحرمين الشريفين. هو المطمع. اشكرك والله. بس هل تعلم يا عزيزي بان معركه داحس والغبره اقتربت؟ احنا ندور هذه. ندور هدوره. الوضع يخوف. ما في خوف. اللي معه سبوق. ايوه. ومعه علاج انتقاء. لا السبوق العلاج. لا انه متكلين على الله ثم العلاج. والسبوق عاد في اخر شيء. اخر شيء. السبوق اخر شيء، يجيب لك اي مطيه عاديه. لا دور السبوق ودور العلاج. بس انت تقصد مطي يعني؟ اللي يضمر تقصد انت؟ لا اللي انت مجرم. لا العلاج الثقة له دور. علاج الثقة. علاج الثقة في النفس يعني. ثقة. الثقة في النفس. هذا هو يقصد علاج الثقة في النفس، ما يقصد اي شيء ثاني. اللي ما عنده علاج الله يعينه ويعينه. بس السبوق في جينات، في سبوق جوشنها ذهب، وفي سبوق جوشنها لازم يملأ. هذه والله باللياقة. اللياقة ما تودي ديره. كل يطرد الدورة ما تاخذ اللي فيها. الدورة ما تاخذ الا اللي فيها. يعني وش اسم القعود؟
الحذر. الحذر. احذروا من الحذر قادم في رمز اللقاية القعدان. ها؟ نعم إن شاء الله. ولا الشوط العادي سلمي. والولد منا لا لين يقبل الركب. لا انت سجلت ولا ما سجلت؟ كان شفنا مطية مستانسة. ايوه. ها؟ ايوه. قعدنا وكان شفنا شيء ولا شيء ولا ما عجبنا التبطيط. ايه. قسمنا وتعودنا من الشباب. انت ما بعد سجلت صح؟ الا مسجل. نصيحتي لك بانك تروح في شوط بعد الرمز. صادق. والله. شورك والله مطلق. والله؟ نعم. طبعا تنازلنا عن الرمز لظروف خاصة. العلاج كمل. مرحبا. أهل النواميس يدلونك ها؟ بالله. ويعرفون الطريق جيدا. يعرفون الطريق جيد. بس يبغي لك مطية جدد الماضي لأن هذا ماضي كله ماضي. ما عليك امس الصياد قدام اسبوعين. جددت الماضي ها؟ او شحتون وقميص عيون طيب. إن شاء الله. ان شاء الله. بس الرمز تأخرنا عليه. ها؟ تأخرنا عليه الرمز ما عليك منا لينا ليلة الركب. ليلة الركب. لا نعم. شوف الجنادرية. انا نعرف المشرات في الدول اللي تركض اللي مرة. ما بقى له 3 أيام وين؟ لا باقي. ها؟ الابره بكره. العقال مايل. نعم. العقال. العقال من حذا فوق سمع. كفو. ما يميل في هذه اللحظات مع نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن الأستاذ محمد بن حماد البلوي. أبو صقر أول شيء يعطيكم الصحة والعافية على هذه الجهود وعلى تدشين هذا المهرجان ونقول لكم كل عام وانتم بخير. وانتم بخير الله يسلمك. الحمد لله كانت بداية جميلة ورضا للجمهور والملاك الحمد لله. نعم أبو صقر أكثر من 70 مليون ريال سعودي حطت أو رصدت لهذا الحدث. رصد للجوائز. للجوائز نعم. والحدث يرصد له أكثر. ولكن إيه لا طبعا أكثر إيه نعم. من فعاليات ولكن من فعاليات أخرى. لكن الجوائز فقط هي حجمها 70 مليون. هذه مباشرة للملاك. تبارك الرحمن يعني صراحة دعم يحلم به كل واحد. هذا الدعم المعنوي والمادي واللوجستي وكل يحصل على الدعم في جميع المجالات الرياضية تحصل على نفس الدعم. ما شاء الله. لم يقف الدعم عند اتحاد الهجن. دعم لجميع مجالات الاتحادات الرياضية بأكملها. نعم. والجميع يهدف إلى التميز. احنا في الاتحاد السعودي يمكن حظينا في مهرجانين. مهرجان بمسمى مولاي خادم الحرمين الشريفين، وهذا المسميين هم الأكبر والاتحاد الوحيد اتحاد الهجن اللي عنده المسميين هذا. نعم. وهذا دعم الكبير. نعم. أبو صقر الآن نقطة المهرجان هذا ليس مثل ما تفضلت ليس مقتصر على سباق هجن وفي في داخل المضمار، بل في فعاليات أخرى في قرية في تحديات أخرى. القرية سميناها قرية الجنادرية. مهرجان الجنادرية الكبير. هذا الاسم نعم. الكبير يعني. الاسم الكبير سابقا. وفي موقع الجنادرية في موقع المهرجان. وحاولنا أنه يكون مميز ويلبي الجمهور كامل يعني سواء من أهل الهجن ومن غير أهل الهجن. ممكن تشوفون الزيارات من غير أهل الهجن. نعم. المواطنين والعوائل. حاولنا نلبي جميعهم جميع الشرائح حتى الطفل. ما شاء الله. لم نغفل الطفل. في زاوية خاصة له في زاوية خاصة لي. نعم. وتجربة الركوب مرغوبة في كل مكان نحضر فيه يطالبون في تجربة الركوب. تعليم الأطفال على الأطفال ولا سواء من يرغب أنه يركب ويجرب. نعم. التجربة هذه. نعم. أنت تحدثنا عن كذلك واحدة من النقاط المهمة لدى مالك الهجن واللي يدخل المنافسة وهو مرتاح ومطمن سواء سابق ولا مسبوق. إعطاء كل ذي حق حقه والحفاظ على قوانين هذا الركض وقوانين هذا التحدي الكبير. ومن أهم الأساسيات اللي إن شاء الله أنت بتفضل بالتصريح هذا بأن في شيء نقطة إضافية أضافها الاتحاد السعودي في هذا المهرجان. طبعا احنا زي ما أنت تفضلت هذا دور الاتحاد أنه نضمن العدالة للجميع والتساوي بالفرصة. من يسبق عاد هذه والله توفيق، لكن نضمن للجميع العدالة. السنة هذه حيطبق
في أشواط الرموز اللي هي الواقي بالشكل الجديد، نفس اللي طبق في قطر ونفس اللي طبق في الإمارات واللي طبق في عمان. تجربة كانت ناجحة عند الإخوان، تواصلنا مع الإخوان، كانت تجربة ناجحة وطبقناها. فيرجعون الملاك أنه الآن إن شاء الله مع أنه المجرم ما ينتهي ولكن أنتم تقومون ب يعني محاربة هذا. هذه التجربة ما دام نجحت عند الإخوان في 3 دول هذه، إحنا راح تكون في مهرجان الملك سلمان مطبقة. الواقي ولا في بس؟ كامل حتى العصا. ابو صقر يعني مثل ما تفضلت بان من الواقي الى العصا الى كامل. ايوه كامل. وتسليم الآلي والتسليم الآلي قبل وقت للتفتيش. نعم. قبل وقت الركض يفتش في 3 ساعات. 3 ساعات. نعم. التسليم الآلي قبل وقت للتفتيش. نعم. قبل وقت الركض يفتش في 3 ساعات. 3 ساعات. نعم. بيض الله وجهكم. تحاربون هذه الآفة يعني. نحارب وإن شاء الله أنه عشان نضمن للإخوان العدالة أو عدم الاتهام الآخر أنه فاز بكهرب فاز بغير كهرب. في اتهامات وفي أو إن شاء الله تكون أنه هذه قدرنا نوقف الآفة هذه إن شاء الله. تمهيدا لأول مرة أطبق في رموز، إذا نجحت الفكرة ممكن تعمل مستقبلا على كامل الأشواط. في حال أن نجحت الفكرة على إن شاء الله. مستوى إحنا الحالة طبعا لازم تدرس. وتجرب على مستوى الرموز. نجرب على الرموز. نعم. أبو صقر شكرا جزيلا وتعبناك معنا. بيض الله وجيهكم مرة أخرى بلسان ملاك الهجن. الله يسلمك، وإحنا سعيدين